حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. وحبايبي واصحابي اللي على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعه للصفحه وشير كمان للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف هل حبيبك اللي بعيد عنك هل متمسك بيك، هل باقي عليك، هل هيقرب ويعترف، هل هيقتحم حياتك، هل هيبذل مجهود، هيفضل متمسك بحبك، هل هيضحي وهيستحمل علشانك ولا لا. تمام، فهنشوف مع بعض وهنشوف كمان مشاعره ونواياه وخطواته. بسم الله. هنبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. ماشي، هنبتدي مع بعض. بداية كده أنا شايفة إن العلاقة دي معلقة شوية أو مؤجلة. شايفة في قرارات انتوا مأجلينها، يا هو مأجلها يا انت مأجلها يا انتوا الاتنين. شايفة ان لازم يكون في كلام ما بينك وما بينه، لازم يكون في مبادرة. لان انا شايفة ان الامور مش مستقرة، العلاقة يعني منهارة خالص وبايظة خالص، فمحتاجة اي مبادرة او اي كلام. شايفة ان هو شخص مهتم قوي قوي بنفسه، بيحب نفسه قوي. بيتظاهر ان هو كويس لكن الحقيقة عكس كده خالص. لو انت مش قريب منه مش هتعرف وضعه الحقيقي. فشايفة يعني ان هو بيتظاهر ان هو تمام وان هو فل وان ما عندوش اي مشكلة. شايفة عنده مشاكل كتير، مشاكل مادية، عنده اعباء، عنده احمال، عنده مشاكل مادية، عنده صراعات كمان مع المحيطين بيه. شايفة كروته كلها طاقاته مش حلوة خالص. فشايفة ان هو متدمر، يعني متدمر وتعبان بظروف الدنيا عنده بايظة خالص. شايفة كمان ان عنده طاقة تردد وعنده طاقة حيرة، عنده طاقة تردد قوية جدا بخصوص علاقتكم. شايفة ان هو متردد مش عارف يعمل ايه. وشايفة كمان ان هو عنده احتياج عاطفي شديد جدا. فشايفة ان هو مش مبسوط او غير راضي عن الوضع اللي هو فيه او مش مبسوط عاطفيا. شايفة ان هو محتاج ليك ولحبك، بس مش راضي يستسلم يعني او مش راضي يسلم. تمام، برغم ان هو محتاجك ومحتاج حبك ومحتاج العطف والحنان والاهتمام، لكن حاسس ان دلوقتي ده مش وقته، مش ده وقت العاطفة ومش وقت الحب. تمام، الشخص ده شايف نفسه ان هو فاشل عاطفيا او شايف ان ظروفه ما تسمحش للعلاقات العاطفية دلوقتي خالص. انا شايفاه ناجح في عمله، بيجتهد بيسعى بيعمل اللي عليه، لكن فاشل شوية عاطفيا، مش بيعرف يعمل توازن ما بين عمله وما بين العاطفة. شايفاه مسطح العلاقات اللي ممكن يكون فيها مسؤولية شوية، مش عايز يتحمل مسؤوليات اكتر من مسؤولياته لان هو ما عندوش طاقة. زي ما قلت لك تعبان، عايز يركز على نفسه. وكمان شايفة ان ممكن تكون اسرته ضغط عليه في حاجة، هي ضغط عليه بيها. وهو كمان ممكن يكون ضعيف الشخصية قدامهم. تمام، شايفة ممكن كمان يكون ما عندوش ثقة بنفسه كفاية. فانا شايفه ان هو مكسور قوي وتعبان قوي وما عندوش ثقه في نفسه ورافض حتى التغيير، يعني حتى التغيير مش عايز يغير من نفسه، يعني طاقته سلبيه قوي. طيب هنشوف طاقتك انت. طيب، شايفك انت بتحبه، عندك طاقه حب قويه جدا ليه.
شايفة ان ممكن الشخص ده ما كانش مناسب ليك من الاول، ما كانش هو الشخص اللي انت نفسك فيه او الشخص اللي انت بتحلم بيه، بس انت اتشدت له واتعلقت بيه، فشايفاك منجذب جدا ليه. شايفاك في حب كبير جدا جواك ليه، حب كبير قوي. شايفة ان انت شخص جذاب، شخص ملفت للانظار، فيك مميزات كتيرة جدا، وشايفة كمان ان في اكتر من شخص عينه عليك. انت ممكن تكون شايف نفسك عادي، ما عندكش اي مميزات، شخص عادي جدا، لكن انت عندك جاذبية، وفي اشخاص كتيرة جدا حواليك ممكن تكون منجذبة ليك. شايفاك مقيد شوية بطاقات سامة او بطاقات سلبية، حسد، عين، سحر، يعني او حد نفسه وحشة كده حواليك، او حد مسحور حواليك، فكل ده مأثر عليك. تمام. شايفة ان انت عندك قيود، عندك مشكلة ممكن تكون في العمل، او عندك مشكلة مادية. شايفاك طول الوقت عندك قلق وعندك حيرة من المستقبل، قلقان قوي، بتفكر كتير جدا جدا. شايفة ان في مشاعر ما بينك وما بينه، في مشاعر قوية ما بينك وما بينه، في مشاعر حب ما بينك وما بينه، لكن تصرفاته معاك واسلوبه وطريقته معاك حسسوك ان انت مالكش لازمة في حياته. بس انت على فكرة كل ده بتبرر له يعني كل الكلام اللي انا قلته ده وكل اللي انت شفت منه بتبرر له تصرفاته، انت بتلتمس ليه الاعذار طول الوقت. تعبان من تصرفاته، مخنوق، متضايق، لكن برضو من حبك ليه بتبرر له اللي هو بيعمله. شايفاك كمان ان انت حاسس يعني برضو ان الدنيا جاية عليك، ان الدنيا ماشية عكس ارادتك، او الدنيا مش ماشية معاك زي ما انت عايز. شايفاك كمان حاسس ان العلاقة دي ما فيهاش امان، فده طبعا موترك وضايقك. الشخص ده خطواته بطيئة جدا جدا، او طاقته تقيلة. تمام. طيب، هنشوف الطاقة المشتركة اللي ما بينك وما بينه، او طاقة العلاقة، الطاقة اللي مشتركة سواء في العلاقة او بينك وبينه. طيب، الطاقة المشتركة، انا شايفة الشخص ده لو عنده طرف تاني فهو عايز ينفصل عنه. تمام، او عايز يبعد عنه. طيب، دي اول حاجة. طيب، شايفة بقى الطاقة المشتركة ان شايفة في حب متبادل، حب قوي جدا متبادل ما بينك وما بينه. انتوا الاتنين مهما كانت المشاكل اللي ما بينكم بتكونوا مبسوطين جدا لما بتكونوا مع بعض، ولما بتقابلوا بعض، ولما يعني ما بتكونوا قدام بعض، او بتكونوا متصالحين، او بتكونوا في علاقة مع بعض، انتوا بتكونوا مرتاحين ومبسوطين، وبتكون اسعد اوقاتكم. مهما كان في مشاكل ما بينك وما بينه، اول ما بتتصالحوا بتنسوا كل اللي حصل ما بينك وما بينه، انت بتنسى اللي هو عمله معاك، وهو بينسى اللي عمله معاك. تمام. انا شايفاه ان هو عايز يقرب، شايفاه عايز ياخد خطوة، ولكن شايفه ان انتوا الاتنين شايلين قوي هم اللي انتوا عايزين تقولوا لبعض. انت عايز تعاتبه وتتكلم معاه كلام جامد، وهو كمان شايل هم الكلام اللي هيتقال. كل واحد واقف مكانه ومستني التاني هو اللي يتحرك له. هو متعشم فيك ان انت تاخد خطوة، وانت مستنيه هو اللي يعمل حاجة، لان انت بتقول لنفسك مش بعد كل اللي انا عملته دوت كمان انا اللي هروح له. تمام. او انا اللي هبادر، لا، انا عايزه هو اللي يعمل خطوة، هو اللي ياخد خطوة. تمام. مش انت اللي هتتحرك وهو قاعد ما بيعملش حاجة. تمام. لكن انا شايفة ان هو متمسك بيك. شايفة ان في ميزة مهمة جدا في العلاقة، يمكن تكون هي دي الميزة الوحيدة اللي في العلاقة، هي حب الشخص ده ليك. الشخص ده بيحبك حب قوي جدا ومتمسك بيك، مهما كان في ما بينك وما بينه مشاكل، ومهما كان في العلاقة مشاكل. شايفة ان قلبه مرتبط بيك، شايفاه متعلق بيك، بالرغم ان هو شخص ممكن يفضل مصلحته شوية عليك ويركن قلبه على جنب، لكن قلبه بيشده وبيرجعه ليك تاني. نقطة ضعفه هي مشاعره تجاهك. تمام. هو شايف ان لازم يكون في ما بينك وما بينه تتخلصوا من كل ده وتبتدوا بداية جديدة مع بعض، ولكن انا شايفة ان العلاقة صعبة شوية، وشايفة ان الظروف كمان غير مناسبة.
شايفاه كمان ممكن بيقول لنفسه لو انا ما عنديش الظروف والتحديات دي ما كانش ده بقى الوضع بتاعنا. تمام. فهو شايف ان القدر او النصيب هو اللي مفرق ما بينك وما بينه، لكن رغم كده شايفه ان في تواصل روحي قوي جدا ما بينك وما بينه، لان انتوا الاتنين روحانياتكم عاليه جدا وعندكم يعني روحانيات عاليه جدا. تمام. هنسحب تاني كروت برضو نشوف الدنيا. اوكي ماشي. شايفاه هو كمان تفكيره سلبي شويه، يعني شايفه ان انتوا الاتنين دايما بتفكروا بسلبيه، دايما باصص على العقبات، باصص على الازمات، حاسس ان هو محتاج قوه علشان يقدر ان هو يواجه الازمات والعقبات دي، طول الوقت خايف، طول الوقت قلقان، شايف نفسه ضعيف، شايف نفسه فاقد القوه. تمام. فشايفاه ان هو محتاج ان هو يكون عنده هدوء وسلام نفسي علشان يقدر ان هو يبقى عنده باور، او يبقى عنده قوه، او يقدر ان هو ياخد خطوه، او يقدر ان هو ياخد قرار. شايفه ان الشخص ده مركز معاك جدا، مركز مع تصرفاتك، بيراقبك، وكمان ممكن يكون بيحطك في اختبارات، لان هو ممكن يكون عايز يثبت لنفسه حاجة. شايفاه عايز يثبت لنفسه حاجة، او عايز يحسس نفسه ان انت ما تستحقهوش، عايز يطلعك غلطان علشان ما يكونش يعني عايش بتأنيب الضمير. تمام. عايز يقنع نفسه ان انت غلطان عشان يريح ضميره. تمام. فعلشان كده ممكن يكون هو بيتصرف معاك بغموض وبرود. تمام. فعايزه اقول لك على حاجه، ما تجيش على نفسك علشانه، لان هو كده كده هيرجع لك، بس هو بيحاول ان هو يبرر موقفه او يريح ضميره كده زي ما انا بقول لك. فهو لو حطك اختبارات عادي، كبر دماغك، انجح، اسقط، ما تضغطش على نفسك علشان تنجح في الاختبارات دي، عادي، هو كده كده راجع لك. كمان ممكن يكون هو بيحطك في الاختبارات دي لان هو عايز يضغط عليك، شايفاه ان هو عايز يسيطر عليك علشان تقبل وضع انت ممكن تكون مش موافق عليه، عايزك تستحمل حاجات ممكن مش هتعجبك. تمام. عشان هو من النوع اللي بيحب يريح دماغه، مش عايز قيود ولا عايز مسؤولية. آه فعلشان كده ممكن يكون عايز يضغط عليك عشان تقبل وضع مش هيريحك. شايفاه عايز يتأسف لك، وزي ما قلت لك خايف، عنده طاقة الخوف قوية جدا. شايفة ان هو نفسه ان هو يكون صريح معاك، نفسه ان هو يفتح لك قلبه، نفسه ان هو يكون عنده القوة والشجاعة، عايز يصالحك، عايز يقرب منك، عايز يحصل خطوة، عايز يحصل نقلة في العلاقة دي. هو متمسك بيك، انت مش علاقة عابرة في حياته، متمسك بيك، وشايفاه ان هو هيحاول ان هو ياخد خطوة، بس انت لازم تحس بنفسك وتحسسه بقيمتك علشان ينجذب ليك اكتر، لان الشخص ده كل ما تبعد عنه، او كل ما تتقل عليه، او كل ما تحسسه بقيمتك، كل ما ينجذب ليك اكتر. يمكن هو كمان يمكن يكون ما حسش بقيمتك غير لما بعد عنك، او لما سابك، او لما فقدك. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.